هلا بكم شباب. اليوم عندنا درس كل سهل ما يحتاج لأي مو سهل، يعني هو سهل في الطبقة المحترفة من المصممين. فإذا كنت مبتدئ يعني أنا أنصحك تترك الفيديو وتطلع، لأن هاي طبعا شرح خاص صفحة بنات العراق وبس تنشب التشقيد لزقة، وبالتأكيد صفحة المصمم حمود الجرماني. التصميم هذا النهائي: الأزرع لك بستان ورود، شجرة صغيرة فيك. هذا أغنية فؤاد غازي وهاي. فعجبتني وحبيت اسوي لها تصميم، فسويت هذا وطلبوا من الدرس على مود شلون سويته وهيج، شنو التفاصيل، يعني مو ذيج الصعوبة. المهم اللي نحتاجه مثل ما تشوفون هنا برنامج الكليك مستخدم، وهنا ما نحتاج شي بعد، بس هاي السكراب وهاي مال الوردة. ها هي آه اللي نحتاجه بعد أغنية لتراك بستان ورد حتى تفاعلي هاي وفوتوشوب. فتحت الافتر بسم الله الرحمن الرحيم. إيه. نفتح بالقياس العادي مال الغلاف. هذا ال 851 315 بالبكسل ار جي بي كولر 8 بت، كله تمام. آم، هاي ماكو شي بعد الناس اوكي. دبل كليك هنا حتى نفتح اللير. بعد نرجع نشوف شنو الخلفية. طبعا مو شرط نفس بالضبط، لان انا ناس ايش سويت بوقتها. الخلفية عندنا باترن رصاصي، شي اكيد كل مصمم له. نفتح هذا الطيارة. اي نختار أداة أو لا، دبل كليك هنا، باترن اوفرلي هنا، تختار الباترن الرصاصي. مو شرط طبعا عندي هون بس هاي هذا اوكي. بعد شنو اسوي كلمات سهلة بعدين نجي هنا على هذا الانحناء جوا، وهذا الانحناء اللي على اليسار. طبعا ما بي شي، نسوي الانحناء جوا شي. هاي الأداة هنا نسوي بس كنترول وتي، نجعلها نظل دايسين كنترول منهتها. اذا انهتها تصير، اذا ندوس كنترول تصير بيضة. نزلها على كيفين. هسه شو نسويها؟ شوف شلون لونها مختلف مال باترن. نرجع على باترن نسوي يعني دبل كليك عليها من الخصائص، نضرب هاي باترن عندنا، نفترض هذا مثلا هذا اوكي. والثاني هنا صاير، هم نسوي له واحدة ثانية بدون انحناء او اي شي. طب بس نصعد جوا على الفوق حتى يعني نقدر من هنا نخلي باترن اي باترن خليه يعجبك. تو ذوقك بعد بكيفك، ما ادري كيفك او كيف تجي. انا ما ادري شلون صار. نفترض هذا ما ادري شنو. صح مو متناسقة الالوان، بس شوي شغل سريع يعني ما أعرف. نجي على الصعوبة الأكبر وهي كلمة الأزرع لك، فيها شوية تفاصيل زايدة. هنا نفتح برنامج كليك. خلاص شي بس عندي مشكلة شو اسمه، شكل نطلع لكم عشان حافظ مسخة مال التصميم.
كلمة الازرع لك هنا. ازرع لك اوكي. بس نشوف بياخذ طن مسويها. بياخذ ديفان مو جليل، ديفان كوفي. هذا كوفي. هاي اللي غيرها كنا هذا شيء. ايش راح يطلع لنا بالضبط نفس هاي بالتصميم. تحاول بالكليك يكون هسه من لك هالخطوط، هو كله من الكليك، هذا منين اجيبه؟ طيب نزرع عليه هاي نفس الشيء عندنا. الزاوية شلون صايرة الزاوية؟ الزاوية عادية نسويها. تمام. صراحة لك اعتقد نفسها مو نفسها بالضبط، ما بيها عيب. حتى لو حركنا شوية منها تبقى نفس الشي. زين هسه عندنا فتحة هنا وهمزة هنا وهمزة هنا وكاظم هنا وهاي المدري شلون صايرة فوق. نجي من هنا نضيف هاي المدري شلون صايرة، ونضيف همزة هنا. شوي هاي هيج. فتحة. هو بس للزغرفة يعني، مو شرط تصير يجينا واحد يصير براسي مدرس لغة عربية. هاي هيج هاي هيج ما ادري شلون، هو بس للزغرفة مو اكثر. الكاف هنا، الهمزة هنا، الكاف وعاشت ايدك. تمام. اذا اردنا نسوي هالشي مثلا نحليها اكثر، نضيف هاي نسوي حجمه في 400. صار 400 600. لا اختوالي. هسه نجي نستخرجه. طبعا انتم ناصبين الكليك ومثبتين كل الادوات والهذا المال برنت مالته. اكو اكثر من طريقة، اكو طريقة توقفه يعني تطلع لك ويت وهاي وظل. هاي الطريقة اسهل وما بها اشكال. نو اوكي هي عندنا هنا. نجي المشروع اللي فتحناه سوينا ما سوينا. بعد هذا هو ما عنده شي، بس تعال شيل هذا وشمره هنا. شوي لون اوبا. تقريبا نفس الشي. جيد جيد جدا. اوكي المفروض انت عندك ستايلات وانت تختار اي ستايل. انا راح اعلمك الطريقة وانت الذوق والالوان بقت عندك، انا مو شرط اعلمك على نفس الالوان، بس اعلمك التأثيرات، هذا شغلي. المهم نجي عندنا الزاوية صاير لونها شلون، صاير لونها ازرق اصفر. نجي هاي اللاير مال الازرق اللي نسوي لها، نسوي لها مدري شنو لاير منه. هاي صارت ليها ثابت يعني تقدر تتحكم بالوانها. هاي نضربها كلها بيالون 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 بيالون. هات شوف مو هاي تأثيرات. اذا تريد تسوي مثله كولر اوفرلي هذا اللون والانريشات من حفظ الاعدادات حتى تسوي مثلها، او اذا تريدون الستايل عاد انا ارفعه. زين جيد، او لا راح ارفق الستايل وارفعه. اي اسف شوية هوسة في البيت وخطار مزعجين وكل ساعة طابع. تعال نسوي زوم يا عيني من هنا. اوكي هاي الاداة مال قص، نقص بيها ازاي هنا. اوبا بس خليك دقيقة شوية
عاشت ايدك. هسه شو نسوي لها؟ كنترول و اكس حتى تطيرها، بعدين كنترول و في ترجعها بغير لون، يعني بلونها الاصلي هو الاسود. اي. فهسه قصينا الاول، نروح على هذا الستايل نخليه. اذا ما عندك هذا الستايل يعني انت ضيف اي ستايل من يمك. فش نسوي هسه بعد؟ شو نقص هاي الفوق، نرجع وكل شي لايرات، نخلي ايدنا على هذا حتى نقص من اللاير هذا. يعني اذا اخلي هذا هنا واقص من هاي يقول لي ايرور، مثلا اذا اقص منها يقول لي ايرور ما يصير، لان اذا اخلي على هذا لا يقص منها. فالمفروض تفهمون شلون. خلي هاي على الازرق لك، فورها عليها، طب قصها. كنترول اكس، رجعها لمكانها. ها ما ادري شلون راح ادبرها. اوكي، خلي اللاير على الازرق لك، قص، رجعها هنا. هاي من نقصها، اللاير وين؟ على الازرق لك، اوب، صار رجعها بمكان. هسه كلهن دوس شيفت، تصعد على علامات ترقيم كلهن وضيف لنا هذا الستايل. تروح على هالكلمة اكشن بيكسل حتى يرجع لك الاصلي. هسه تقريبا ما ظل لنا شي. هسه مثل ما تشوفون اكو وردة هنا، هاي الوردة، وهنا انا اكو ذني السكرابس. اوكي، نرجع شلون منين جبت الوردة وما ادري شلون. فسوي لنا، اروح على الملف الخازن ب ما فوق 4000، وكان جامعا ربع واحدة وانا القى الورد بعد ما ادري. فراح اوقف الفيديو شوية على ما القى الورد. اي رجعنا. هسه جبت لكم الاداتين، الشراط والوردة. اول شي نريد نضيف الوردة. وين شوينك يا وردة؟ هاي الوردة شيلها كنترول من دايزين كنترول وننقلها هنا، نخليها وين؟ هنا، وين؟ ورا اللاير مال الازرق لك حتى ما تبين. هنا اوكي، جوا اللاير مال الازرق لك حتى نقدر نضمها وراها من طالع منها. اوكي، بعد شو نسوي؟ نخلي هذا من يم الكاف مجرور لنهاية الشريط. شوف شلون نجرها. اول شي نكتب بستان ورود شجر الغير. نختار الخط، خطوط، خط نختار. نمسي سريكة ونضيف الخط. هياتا هذا هو نفس الشي بذاك احلى. هذا اعتقد فوقها، كبره شوية. انت حسب يعني تريده، يعني ما اريدك تسوي نفس التصميم، بس اريدك تتعلم الطريقة يعني اللي اسوي بيها. فشو نسوي هسه؟ نسوي هاي، ندوس على اي لاير جوا بستان ورد، هاي اللي كتبناه، اي لاير جوا، ونخطه من البداية للنهاية لحد نهاية حرف الكاف وشوية من هنا. اوكي، شو نسوي؟ الخلفية مال هذا نفس اللون الخط مال شو اسمه، واللون مالتها ايش راح نسوي؟ شلون نسوي هنا من هنا؟ شلون نسوي يعني؟ بس لون وشادو، شادو ابيض ساعدكم شلون تسوي. منتشر باكثر التصاميم، واقول اكو مصممين ما ادري شلون صايرين يعني
ما يطق اي شي. واحد يجي مبتدئ ما يجي في الشي يضم الاسرار بكيفه وما ادري شلون والله شخصيات تعبانة، وهو يقتل نفسه ما يعرف يسوي الاغلاف. فالمهم هسه الاوتر هاي الابيض شلون نسوي؟ بس غير منها اسويها نورمال، هناك الابيض، والسايز يسوي صفر. من السايز يسوي صفر، تطولها ايش قد ما تريد، من هنا تفرها هيج او كيفك يعني شلون ما تريد الشادو يصير. مو بفضل لك هاي يعني من هنا ايش تسوي له، بس هاي سوي اثنين. هاي ما بيها شي، صار الشادو الابيض. اكو ايش قد طلبوه يعني، بس اكو ناس حقراء شوية فما ما شلون صعب. اوكي بعد شنو بي ها شراط. شراط هم مسويين مرفق لك يعني. والشراط منين جبناهم؟ من المواقع هاي، صدقكم طريقة حلوة. شراط شوية صغار نكبرها منا، كنترول تي نجرها شوية. اوكي شلون ما تريد بكيفك، وتخفف الشفافية مالتها جيد ما تقدر تسوي سوي باللي عجبك طبعا. بعد ما بي شي شنو بالضبط نفس الشي بس هنا اكو هاي النقص ما خليته. الحركات منه وكله عليكم كله سهل. هسه بالاخير انت تقدر تضيف تأثيراتك، تضيف اي شي عندك، تضيف له فلتر كيفك بعد تو ذوقك. بس نصيحة اذا تريد تضيف فلتر تجمع التصميم كله تجمعه، تسوي له كوبي ميرج يعني المحدد، تسوي نيو راح يطلع لك بنفس الحجم، تسوي له بيست كنترول في، يلا اضربه فلتر. مو هو اللايرات مطشرة وتسوي له فلتر، لان اذا اللايرات مطشرة وتسوي له فلتر راح يصير فلتر بس على فد لاير واحد، يصير لو بس على الوردة، لو بس على الكتابة، لو بس على الشراط وهيج. فمنها تقدر تضيف اي فلتر عندك منها هيج وكيفك بعد. هالفلتر انا استخدمه اكثر تصاميم حلو كلش. انا راح اضيف، مو ضروري طبعا، مو ضروري تضيف اي فلتر، بس انا كمثال يعني جاي اضيف وبكيفك بعد. فسمنا تقدر تضيف حقوقك جوا وما ادري شلون وهالسوالف مالتكم وكيفك بعد. ها هي واستخرجه. انا اضيف له لمسات اخيرة وهاي بس تمام. ومن هنا ما تحفظه، ها هي بعد من هنا اسوي هاي جي بي جي سيف وتطلع لك. طبعا هذا الدرس يمكن تشوفه شوية صعب او شي، بس تأكد انك هسه اذا قدرت تطبق هذا الدرس وتطلع نفس الناتج فانت وصلت مرحلة كلش حلوة وتقدر تستمر. واذا لقيت شوية تواصل راح اكمل باقي الدروس. هاي هذا الدرس طبعا المحترفين انا قلت من بداية الشرح. ان شاء الله انزلكم دروس سهلة وخفيفة واشياء يعني ما حد يعني اكو مصممين يسوون اشياء ما تعرفوهن، وانا ان شاء الله راح اكشفهن كلهن. وبس شوية تواصل نحتاج هاي بعد ما عندي شيء. اذا كملت هذا الدرس فانت عرفت هواي اشياء، عرفت تسوي هاي الخلفية هنا، تقدر تميلها بالكنترول تي، عرفت تسوي هذا الشريط المائل، عرفت تلون الحروف وتبقي حروف. كل شيء عرفت حاليا بدرس 20 دقيقة او اكثر او ما ادري بعد. فها هي، لا تنسون لايك سبسكرايب للقناة، لايك للصفحة طبعا، انشر الصفحة حتى تساعد هواي وتساعد على الافادة همين. في مان لا حمود الجرمني.